ورحمة الله وبركاته. جات لنا أسئلة كتير على الفيديو اللي فات، عاوزين نشوف آخر مستوى بيوصل ليه الطفل التوحد. اضطراب طفل التوحد بيوصل معانا لمراحل متقدمة جدا في الشغل، ولكن لازم تدخل مبكر، يعني كل ما بدأت مع الطفل من سن مبكر كل ما هيجيب معاك أفضل وأسرع. تمام كده؟ تعالوا نشوف محمد وصل معانا لحد فين. يلا يا محمد لو قلت معايا هديك بالونه. ماشي؟ محمد مشي معانا مهارات ما قبل اللغه اللي هو الانتباه المبدئي والاستجابه للاسم، مشي معانا في التقليد، مشي معانا في تقليد الحركات الفميه وقطعه الاوامر والانتباه المتقدم. خلص مهارات ما قبل اللغه، اشتغلنا معاه على الاصوات وكلمه واحده وجمله من كلمتين وجمله من ثلاثه اللي شرحناهم في الفيديوهات اللي فاتت. تمام؟ معانا اهو. خلص الاصوات بعد مهارات ما قبل اللغه مخلصناها، خلص الاصوات، بعد تقليد الاصوات بدا ينطق كلمه من مقطع واحد حلو، بعد كده بدا ينطق كلمه من مقطعين، بعد كده كلمه من 3 و4 مقاطع وبقى كويس فيهم وينطقهم حلو ومخارجه حلوه. دخلنا بعد كده في الجمل، خلاص الطفل بدأ ينطق معانا كلمة واحدة مفيش مشكلة خالص، الدنيا ماشية معاه حلو في كلمة واحدة، بعد كده بقى ينطق معانا جملة من كلمتين، الدنيا ماشية معاه حلو في جملة من كلمتين، أفعال مع صفات مع أسماء، بعد كده جملة من 3 كلمات وتمام. ده اللي عرضناه في الفيديوهات السابقة وكان عليه التفاعل. طيب بعد كده ايه؟ الاسئله اللي بتتسال واغلب الاسئله بتجيلنا انا عاوز اعرف بعد كده هشتغل مع الطفل ايه؟ في ناس ثانيه بتقول لك اسمها البراجماتيك، في ناس ثانيه بتقول لك الاستخدام الاجتماعي للغه، في ناس ثالثه بتقول لك مهارات الفهم. انت ما دام وصلت مع الطفل لحد جمله من 3 كلمات ابدا اشتغل على مهارات الوصف اللي هو وصف موقف. أول خطوة في فهم اللغة هي الوصف. يلا يا حمو. شايف إيه يا محمد؟ أنت ولد ولد بيلعب إيه؟ الكورة. وشايف إيه تاني يا محمد؟ الكورة برجله. ولد بيلعب بالكورة وولد بيشوط الكورة برجله، شاطر. شايف إيه يا محمد؟ بنت بتعمل إيه؟ بنت بتلعب بالكورة. شايف إيه تاني يا محمد؟ بتشوط الكورة ولابسة شورت، وبنت لابسة شورت والبنت بتضحك. شايف إيه يا محمد؟ بنت وولد. البنات والولاد بيلعبوا مع بعض بالكورة، شاطر يا محمد. ها وشايف إيه تاني؟ بنت. شايف إيه يا محمد؟ ولد. ولد بيعمل إيه؟ بيرش على الولد. بيرش مية على الولد، أو ولد بيسقي الشجر. الولد ماسك إيه في إيده يا محمد؟ خرطوم. خرطوم، شاطر برافو عليك. شايف إيه تاني يا محمد؟ بنت. بنت. البنت بتعمل إيه يا محمد؟ تمسك خرطوم. وهكذا إلى آخره. ودي اسمها إيه؟ مهارات الوصف. بدي للطفل حوالي 90 موقف على المذكر والمؤنث والجمع، ويبدا يقول لي بنت بتعمل كذا، ولد بيعمل كذا. هنا الطفل بقى يعرف يشرح وبقى يعرف يوصف. خلاص الطفل بقى يوصف معاك حلو، بقى يعرف طبعا موقف في البيئه، يعني طول ما انت قاعد الولد ده بيعمل ايه؟ العربيه دي في الشارع في اي حته، علمه يوصف. بقى يوصف معاك حلو، خش بعد كده على حكايه قصه. قول معايا كده يا محمد قصة الصياد. صياد ولد. الصياد كان نايم على السرير. صياد كان نايم على السرير. صحي من النوم دخل الحمام. دخل الحمام.
غسل وشه وغسل وشه بالميه والصابون، واخد الشبكه بتاعته سقط فيه وراح البحر يصطاد سمك كتير، وهكذا حوالي 30-40 قصه مع التكرار المستمر. خلاص الطفل بقى يشرح معاكم، بقى يوصف معاكم القصص وبقى عارف القصص والدنيا ماشيه معاه تمام. ابدا صعب الامور شويه ودربه على المواد الخام. هات بقى كل المواد الخام اللي موجوده عندك في البيئه، القطن والقماش والدقيق، وابدا ادرب. هناخد درس منه على سبيل المثال، وليكن درس الخشب. تمام؟ درس الخشب اهو. ايه ده يا محمد؟ كرسي الكرسي مصنوع من ايه يا محمد؟ من الخشب. ايه ده يا محمد؟ خشب. الخشب مصنوع من ايه يا محمد؟ من الشجر. الشجر اهو يا محمد. الفلاح بيزرع الشجر في الارض، ولما الشجر بيكبر الفلاح بيقطعه وبياخدوا الخشب او الشجر يودوه المصنع عشان يعمل منه خشب، والنجار بيشتري الخشب عشان يعمل منه باب وكرسي وترابيزه ودولاب. واحنا بنشتري بقى الكرسي عشان نقعد عليه والترابيزه عشان نكتب عليها الى اخره. نفس المواد الخام بقى. جبت الخشب، هات القماش وابدا احكي له قصه عن القماش، يبدا الطفل يفهم. والدقيق والصلصه وعسل النحل والذهب والبترول الى اخر المواد الخام. عشان الفيديو ما يبقاش طويل علينا، تمام؟ هنعمل فيديو لكل مكون من مكوناته. يعني احنا معانا بعد كده هندرب على المعكوسات، كبير وصغير، طويل وقصير، تخين ورفيع، فوق وتحت وشمال ويمين الى اخره. هندرب على الوظائف والاماكن، الطفل عارف الكلام ده كله. هندرب على الالوان والاشكال الهندسيه. هندرب على العلاقات، والعلاقات دي هنبقى نعمل فيها اكتر من فيديو. تمام؟ هندرب على قلنا الاشكال الهندسيه، واخر حاجه السخافات. وطبعا كلنا عارفين تدريبات السخافات. السخافات دي تعتبر اخر برنامج التخاطب. هناخد منها مثال وبعد كده هنعمل فيديو عن كل حاجه. ايه الغلط في الصوره دي يا محمد؟ حمار. حمار بيعمل ايه؟ بيستحمى فين؟ في الماء. ايه الغلط هنا يا محمد؟ ياخد فوطة. ما ينفعش الحمار يستحمى وينشف بالفوطه. ما ينفعش الحمار يستحمى في الدش وينشف بالفوطه. شاطر. امال الصح ايه؟ الولد او الراجل هو اللي بيستحمى تحت الدش. نفس القصه. هات اي حاجه تانيه. هنا اهو خروف بياكل لحمه، هتبدا تساله ايه الغلط هنا يا محمد؟ الخروف ياكل صخر. المفروض الخروف ياكل شجر. ماشي. امال هنا ايه الغلط؟ ينفع ياكل لحمة. ما ينفعش ياكل لحمه. برافو عليك يا محمد، اشطر ولد. طبعا هنشرح المكونات اللغه البراجماتيه دي فيديو على كل حاجه، بس احنا حبينا نعرف التوحد بيوصل لحد فين عشان نجاوب على الاسئله بتاعت حضراتكم. الى اللقاء في الفيديو القادم. هنمسك كراسه ونبدا نشرحها ان شاء الله مع اطفال مختلفين باعاقات مختلفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.